التقليد أحيانا بيخلينا نشك في نفسنا. ليه؟ لما نشوف حد بيقلدنا مثلا وينجح، ممكن سؤال كده بيظهر جوانا: هو أنا مش مميز بجد؟ هي الفكرة مش بتاعتي لوحدي؟ هو اللي بيقلدني بقى أحسن مني ليه؟ لأننا برضو بنخاف نضيع في الزحمة. كمان اللي ما عندوش كتير يديه بيخاف من اللي يقلده، لكن اللي عنده كتير مش هيفرق له أي حد يقلده. وفي زمن كله بيقلد كله، احنا بنخاف نضيع وسط الكوبي بيست، فبنتمسك اكتر بحاجاتنا وبنزعل قوي لما حد ياخد منها حتة. لكن الحقيقة خليني اقولك على حاجة: في فرق كبير قوي بين ان حد يقلدك وحد بيتعلم منك. يعني اللي بيقلدك بيحاول ياخد مكانك، لكن اللي بيتعلم منك بيبني لنفسه مكان. اوقات كتير الناس مش بتقلدك عشان تقلل منك، بتقلدك لانك لمعت، وده ببساطة علامة انك مؤثر. لو عرفنا نميز الفرق ده هنرتاح. واوقات على فكرة التقليد نفسه بيبقى دليل ان انت على الطريق الصح. فلو حد قلدك افتكر دايما ان الاصلي بيفضل اصلي.